السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا أوادم؟ شو أخباركن؟ الله يسعد لي أيامكن يا رب جميع فردا فردا. هلا أول شي صار في تحديث اليوم نزل على المنصة. تمام، نزل على المنصة تحديث جديد على المنصة. طبعا أغلب الناس البرنامج عندها ما عم يفتح. تمام، واغلب الناس عند البرنامج عم يفتح. لهيك اذا ما عم يفتح عندكم البرنامج او عم يعطيكم خدمة غير متاحة، فمن قلب الموقع في عندكم عبارة مكتوب عليها تنزيل مباشر. نزلوا مباشر للبرنامج من أول وجديد، يعني امسحوا القديم ونزلوا جديد. اتفقنا؟ طيب خلصنا من هاي العملية. العملية الثانية واللي هي الأهم والصعبة. حاليا صار إنه يوصلكم الرسائل على جوالكم، يعني أي حدا اليوم عم يثبت معاملة جواز سفر. طبعا اللي عم يشتغل التثبيت هو ما يفهم عليه هذا الشيء، أما اللي ما بيشتغل بهالمرحلة يعني ما بيعرف، أكيد ما يفهم عليه. لهيك بتتواصل معي وإن شاء الله بنخدمك بهذه الأمور. نحن بنحجز لك وبدون مقابل. هذا الشرح عم نعمله نحن كرمال الناس اللي عم تتابع معنا تعرف شو تتصرف. اتفقنا يا أوادم؟ طيب حاليا نزل تحديث على المنصة انه حاليا عندكم بيطلع لكم على المعاملة. تمام، يعني خمسة كمثال، خمسة زائد كمثالها، خمسة زائد فقط لا غير. الرقم الثاني زائد شو ما بيكتبوا لك اياه، بيوصلك برسالة عادية، مسج عادي على جوالك. تمام، يعني بيوصلك كمثال خمسة كمان نفس الرقم اللي مكتوب على الصورة. اتفقنا؟ طيب يعني خمسة زائد خمسة يساوي 25، بتحط 25. عرفت علي شلون؟ أعطاكم أربعة على الصورة، بيوصلك رسالة. قديش وصل الرقم اللي بالرسالة؟ مثلا واحد. أربعة زائد واحد بتحط الجواب خمسة. هذا هو الموضوع من طاطا للسلام عليكم. يعني هلا حاليا الجواب كامل ما عاد يبين على المنصة. عرفتوا علي شلون؟ بيوصل بيوصل لك رقم تمام، ورقم الأول بيوصلك عفوا أول شي بيظهر على الشاشة رقم، والرقم الثاني بيوصلك برسالة مسج عادي على جوالك. بس أهم شغلة لازم تتأكد إنه عندك شبكة كثير قوية كرمال ما تتأخر الرسالة. تاني شي تكون سريع كتير بالإجابة، يعني تفتح المنصة شغلة 3 ثواني 4 ثواني، لازم ب3 4 ثواني. تمام، مدخل الجواب وأمورك تمام. يعني الأمور هن كل مرة عم يصعبوها، كل مرة عم يعقدوا الأمور، كل مرة عم يصعبوا موضوع الحجز على الناس. فهذا الموضوع يعني على الله أحسن شي، ولكن نحن عم نشرح لكم الأمور أول بأول كرمال تعرفوا شو عم يصير. حاليا يلي ما عم يشتغل هذا الموضوع وحابب يحجز تمام، يتواصل معي على الواتساب. رح احط لكم رقمي، احط لكم رقمي تحت بالتعليقات. تواصلوا معي على الواتساب حصرا. تمام، وبحجز لكم وبدون مقابل، باخذ منكم بس الرسوم، يعني رقم صعوبة الحجز ورقم المعاناة ورقم هاي الصعوبة اللي عم تصير والتحديثات. تمام، رح نتم مستمرين معكم بتقديم خدمة حجز جواز سفر فوري وبدون مقابل يا اخواتي. اتفقنا؟ اما بالناس اللي عم تحجز وكذا والى اخره، الله يرزقكم يا رب. وهي وضحنا لكم الفكرة كرمال تعرفوا شو تتصرفوا وشو تشتغلوا. اتفقنا؟ ومثل ما خبرتكم لهاللحظة هاي الجواز العادي والمستعجل واقف بكل سوريا، وأي صفحة أو أي شخص بيقول لك عندي حجز عادي أو مستعجل، هذا الشخص نصاب نصاب نصاب. بتحطوا له إشارة إكس. اتفقنا يا أوادم؟ الحجز الشغال والفعال بكل سوريا هو جواز السفر الفوري، وبيطلع خلال أسبوع إذا الله راد. اتفقنا؟ طيب وفي نقطة تانية كمان، أي حدا حابب ينضم لقناتي على الواتساب، عاملين قناة على الواتساب عم نشرح فيها أول بأول. تمام، ونتابع الأمور، حتى شغلي وتعاملي مع الناس كله عم نشره على هاي القناة اللي عاملها على الواتساب. أي حدا حابب ينضم كمان يتواصل معي على الواتساب ويقول لي ضيفني بالقناة لحتى ضيفك. بس هي عبارة عن نشر عن شغلنا وتعاملنا مع الناس. تمام، وأي شيء جديد بنحكي عليه لا أكتر ولا أقل. اتفقنا يا وادم؟ اي حدا حابب ينضم تم متابعني اول باول يتواصل معي الواتساب اللي يضيفني. واي حدا كمان حابب يحجز كمان يتواصل مع الواتساب بحجز له وبدون مقابل، بس باخذ منك رسوم الدولة فقط لا غير. واي حدا عنده استفسار مهم يكتب لي بالتعليقات وان شاء الله ما راح اقصر مع اي حدا. واخر شغلة، المنصة عم تفتح يوميا الساعة 8 ودقيقة يا جماعة. 8 ودقيقة وكم ثانية، يعني احتمال بنص ثانية تفتح، احتمال 20 ثانية تفتح، احتمال 15 ثانية تفتح. المهم تفتح شغلة 3 4 ثواني. بهال3 4 ثواني لازم تكون انت حاطط هذا الجواب اللي عم نحكي عنه نحنا، وكاتب تثبيت امورك تمام. عارف شلون؟ في حال تأخرت أكتر من هال4 ثواني راحت عليك الفرصة لتاني يوم.
اتفقنا؟ وهذا الموضوع كلياته منطاطة للسلام عليكم يا جماعة الخير. ومثل ما قلت لكم، أي حدا حابب يحجز يتواصل معي على الواتساب، رح أترك رقمي تحت بالتعليقات. اتواصلوا معي على الواتس، وإن شاء الله ما حنقصر مع أي حدا، وعم نخدم الجميع، واللي اشتغل عندي بيشهد على معاملتي وتعاملي مع الناس. ما عم نقصر مع أي حدا أبدا أبدا أبدا، الحمد لله. كسبانين ثقة الجميع، وأنا بتشكركم على هذه الثقة وعلى هذا الدعم اللي عم تدعمونا إياه. من كل قلبي بتشكركم. ولا تنسوا تدعمونا بهالقناة الحلوة، لأنه هي بالنهاية يعني أنا بالنهاية يعني لا بستفيد لا من الاشتراكات ولا من اللايكات ولا من المشاهدات، بس إنه كدعم. مو أكتر ولا أقل. دعم لا أكتر ولا أقل. كلام واحد يقول لي مثلا كان يماني، فهذا الشيء أنا ما بركض وراه ولا لي مصلحة فيه أبدا، يعني مثل باقي الصفحات يركض ورا المشاهدات، ورا اللايكات، ورا الاشتراكات. إيه، ما لي بهالسوالف أبدا يعني. كمان ما حد يفكر فيه على كيفه، يعني يضرب أخماس بأسداس. اتفقنا؟ أنا شرحي والقناة كلها هي لخدمتكن، لا أكتر ولا أقل. هي لخدمتكن ولمساعدتكن يا جماعة الخير. وكان معكم أخوكم محمد، وبتمنى لكم التوفيق للجميع يا رب.